هاي، ازيك؟ لو انت محتاج حد فاضي ما عندوش حياه يقول لك ازاي تمشي حياتك وازاي تعمل فلوس وازاي تعمل فورمه، اشترك في الكورس بتاعي. كورس معمول مخصوص علشانك عشان انت حمار ومتخلف وبيم وما تعرفش تمشي حياتك ازاي. اشترك في الكورس بتاعي، عباره عن 8 سيشنات انا مش عارف انا بقول فيهم ايه. لو ما عندكش حياه دوس على اللينك اللي في البايو واشوفك في السيشن يا بطل. See you guys. والله انا على طول كنت بقفل المروحه بصراحه، بس لقيت ان الفيديوهات ما بتجيبش فيوز يعني، فقلت خساره راحتكم تغور في 60 دقيقه راحتكم. المهم انا قاعد مرتاح ومتكيف كده، حتى المروحه بتهوى على نفسيها بس انا شغالها برضه. المهم اعمل لكم ازعاج، واللي مش عاجبه ما يتفرجش يا باشا، احنا فيها اهو. ساعات بحس ان الناس اللي بتشوف فيديوهاتي بتفهمها ناس جامده فشخ، عشان معظم الناس مش فاهمه فيديوهاتي ولا عارفه انا بعمل ايه، ولا انا بصراحه انا عارف انا بعمل ايه. فلو انت عارف انا بعمل ايه خش قول لي برايفت، عشان انا شكلي كده هشترك في سيشن لايف كوتش. انا عندي كام وجهه نظر كده اتجاه اللايف كوتش. يعني بص، الناس اللي بتروح لللايف كوتش ده احنا هنفصصهم كده. بص ركز معايا، ايه ترجمه اصلا اللايف كوتش؟ لايف كوتش يعني مدرب للحياه. طب انا راضي ذمتك بالله عليك، هي الحياه دي محتاجه مدرب؟ الحياه اللي احنا عايشين فيها دي محتاجه شويه علف نتعلف ناكل ونشرب ونعمل لاخرتنا ونصلي ونبقى ندور على لايف كوتش هناك. انما هنا انت عايش لك 60 70 80 سنه وهتغور في 60 داهيه. صلي انت بس واعمل لاخرتك بقى اللي انت هتعيش فيها الحياه الابديه، فاهم؟ انما هنا انت عايش حبه صغيرين، هتقعد تدور لي في الحبه اللي انت عايشه مع لايف كوتش وتضيع سنين عمرك بعزها. لا يا عم، صلي يا عم واعمل لاخرتك اللي انت هتعيش فيها طول عمرك يا عم. في حاجه طبعا محتاج اشرحها في نص الكلام للناس بتوع الجيم. الجيم مش معيار لاي حاجه غير ان انت مهتم بصحتك، وكمان معظم الناس دلوقتي بقت بتضرب هرمونات، فالجيم ما بقاش معيار لاي فاكن شيء غير انك انسان لايفلس. فليه انت مفكر بجد ان انت كده مؤهل خلاص ان انت تقول لي ماشي حياتي ازاي؟ انا يعني ليه انت مفكر ان انت عشان عملت فورمه فانت خلاص بقيت مؤهل ان انت تقول لي ان انا ماشي حياتي ازاي؟ ايه الانجاز اللي انت عملته في البنش اللي انت بنيته غير انك قعدت تمرنه كل يوم لمده سنه؟ ماذر فكر ايه ده؟ ايه الانجاز يعني؟ حاجه بتعملها يا عم. انا لو انا صنايعي ثلاجات اهو يا عم، كنت من سنتين صبي، دلوقتي قعدت سنتين بقيت صنايعي بعمل نفس الحاجه كل يوم ايزي. كوبايه الشاي اهي، كوبايه الشاي. ويا بشر يا اغبياء، انا نفسي بقاله صوتي كده امسك مايك يسمع العالم كله. بشتري اي حديد، اجيب اي بلاستيك، يا بشر يا اغبياء يا متخلفين يا بهائم، لو هو غني فشخ ويخليك غني فشخ ليه عامل الكورس بتاعه ب 150 يورو وعايز ناس كتير فشخ تشترك فيه عشان يجمع فاكين فلوس يا بهائم؟ يعني انت عمرك شفت مثلا ايلون ماسك ولا ستيف جوبز ولا طالع يعمل كورس ويقول لك اشترك في الكورس بتاعي عشان اخليك غني فشخ او اغنى شخص في العالم؟ لا يا بهائم، لو عنده نصيحة بيطلع يقولها على الملأ وهو مش مستني اي حاجة، مش عايز، هو طالع ينصحك كده لوجه الله، فاهم؟ انما اللي عايز منك فلوس عشان ينصحك يا متخلف يا بهيم ده محتاج فلوس، بيبيع لك كلام. انت اوقات بحس ان انا بشرح بديهيات. مش عارف المرض ده انتشر امتى بجد، المرض بتاع اللايف كوتش ده، بس انا منه لله اندروتيت يعني وصلاح ابو المجد. الناس بقت مفكره اي حد عنده فورمه واي حد عنده سبوره. انا جايب لكم السبوره اهي، اي حد عنده فورمه واي حد، والفورمه اهي يا عم اهي. بص الباي، بص كده خلاص. يعني انا بقيت مؤهل ان انا اقول لك تمشي حياتك ازاي؟ لا. بعدين بجد عشان هم بجد حافظين الكلام ومش فاهمينه بجد، يعني الكلام ده تيجي تطبقه على ارض الواقع عمره ما هينفع يتطبق، فاهم؟ عايزك تقنعني ازاي انا هطلع من 12 ساعه شغل اخلص وارجع اروح الجيم ساعتين ادي 14 ساعه، واطور مهاره عندي في ساعتين تانيين ادي 16 ساعه اتس اوكي، واقرا كتاب ساعه ادي كده 17 ساعه اتس اوكي، وانام 7 ساعات كده، مفضلش غير 7 ساعات انام. هو النوم الصحي 8 ساعات وانام 7 ساعات، يعني ده منطقي؟ يعني ده منطقي بالله؟ يعني ده يرضي مين ده؟ اذا كان الواحد اصلا قبل الشغل ال 12 ساعه، يعني هو بيروح يشتغل 12 ساعه بينزل قبليها بساعتين عشان يلحق كرسي في الكنبه اللي ورا في المواصلات، ده لو لقى مواصلات اصلا ووصل في ميعاد الشغل. انت متخيل احنا فين؟ وبعدين يعني هيجيب اصلا اكل للجيم منين؟ ده اكل الجيم ده لوحده بلوه. هلاقي ناس بتقول لي فيه جبنه قريش وفول وبتاع ودي بروتينات رخيصه وبتاع. ايوه، ما هو ده وقت برضه. ما هو فكره ان انت تروح تدور على ارخص واحد بيبيع جبنه قريش في السوق، ما انت كده حرقت 16 ساعه من يومك، فاهم؟ خدتها ماشي 16 كيلو عشان توفر مواصلات وتجيب اكل الجيم.
ايه يا عم؟ ولا اجي ادخل على الكابل الاقي 16 واحد بيقول لي هندخل معاك يا كوتش، في ايه يا عم؟ لا اله الا الله يا عم، ده لو اليوم 69 ساعه انا مش هعرف اعمل فيه الكلام اللي انت بتقوله ده كفايه. بس قبل ما اجي احط دماغي على المخده كده اسال نفسي ليه يعني ده لوحده عايز له 80 ساعه في اليوم عشان اعرف انام بس. لا والغريب اكتر واكتر ان كل انسان مميز في حاجه معينه، يعني لو انسان حابب يبقى شاطر في حاجه يبقى شاطر في حاجه 2 بالكتير. لا اللايف كوتش ده باشا عايز تمرين بنش هيديك تمرين بنش، عايز تعمل بيتزا دايت هيعمل لك بيتزا دايت، عايز رقاصه هيجيب لك رقاصه، عايز توك توك يوصلك اول الشارع هيجي لك تركبه وتوصلك اول الشارع. لا والمضحك بجد يعني يعني انا ببقى خلاص بقى بجد انا فاصل ضحك ان معظم اللايف كوتشز رجاله، ماليش دعوه بالستات عشان الستات اصلا ماليش دعوه بالستات. معظم اللايف كوتشز الرجاله من 18 ل 25 سنه، والاقي يعني ممكن تلاقي واحد مشترك معاه عنده 45 سنه. انت عبيط يا حاج؟ انت ما سمعتش مثل اكبر منك بيوم يفهم عنك بسنه؟ ده انا عبده صاحبي اكبر منه بيومين بس وما يقدرش يفتح بقه كده يطلع لي نصيحه. انت عارف اليومين اللي انا اكبر منك فيهم دول انا عملت فيهم ايه؟ يالا اروح اشترك مع لايف كوتش اصغر مني؟ يا نهار اسود على المسخره يا ابني. لما انتوا كنتوا رايحين كنا احنا راجعين يا ابني، خلصنا وماشيين خلاص بنقفل. وهلاقي ناس طبعا لان الناس ما وراش اي حاجه غير ان هي تطلع مبررات. ما يطلع مبرر يحس ان هو جامد فشخ، انا طلعت مبرر. هلاقي ناس بتقول لي احنا بنحب نفضفض ونتكلم وبتاع. في دكتور نفسي قعد يدرس 4 سنين وعمل ماجستير في 2 وخد ورثه وورث اخته وفتح بيهم عياده عشان يعرف ايه يستقبلك. في اخصائي اجتماعي بيروح شغال على الامتحانات، متفوق جدا وشاطر وسايب دراسته وبيعمل فيديوهات على النت، سايب حياته لايف لسه ما عندوش حياه. اخصائي اجتماعي درس 4 سنين، ممكن تروح تشترك معاه. ما انا ما قعدتش ادرس 4 سنين دول كده عشان في الاخر تيجي تروح للايف كوتش جايب الشهاده بتاعته من لايف كوتش واحد صاحبه وصاحبه جايب الشهاده من واحد صاحبه. مين اللي بدأ الحوار ده ما تعرفش. ممكن مثلا تامر الجيار مثلا هو قرر ان هو يعمل لايف كوتش، هو بقى اللي وزع الشهادات كلها على الدنيا كلها فاهم. ومشكلتي مع بتوع اللايف كوتش ان هم بجد مصدقين نفسيهم، وده موضوع الحلقه اللي جايه، الناس اللي مصدقه نفسها. مشكلتي الكبيره فشخ مع البني ادم الانسان اللي ممكن يروح يدفع حتى لو 10 جنيه مع ميدو عضلات عشان يشترك معاه في كورس اللايف كوتش اللي هو عامله ازاي تمشي حياتك. هو ده منطقي؟ يعني انت يعني الناس اللي بتعمل كده انا بيتهيألي يعني لو قعد تفكر 5 ثواني انت مستخسر 5 ثواني تفكير، 5 ثواني مستخسرهم تفكير. لان انت لو فكرت ثانيه واحده اقول هدفع ايه والله بشرح بديهيات، اقسم بالله العظيم بشرح بديهيات، حاجه مستفزه فشخ والله العظيم. والله ما في حاجه منطقيه، حتى النصائح اللي بيقولوها كلها مش منطقيه. ما تخليش حد يغرك وتروح تدفع له $150 وتشترك معاه. اسعى يا عم وافرك في ميتين الحياه يا عم وانت هتتعلم يا عم. وارضي ضميرك وارضي ربنا، وانت ولا هتحتاج لايف كوتش ولا حاجه، هتحتاجني انا بس. اشترك في الكورس بتاعي من اللينك اللي في البايو. يا جدعان استنى، انا عايز اعمل حته بجد، عايز اعمل حته اللايف كوتش دي يعني انا اللي اعملها. يعني انا اعملها ان انا لايف كوتش وبتاع، ينفع؟ انت ازيك؟ محتاج حد فاضي ما عندوش حياه يعلمك ازاي تمشي حياتك وازاي تعمل فلوس وازاي تعمل فورمه عشان انت حمار وما بتعرفش تمشي حياتك وغبي ومتخلف؟ اشترك في الكورس بتاعي، السيشن معمول مخصوص علشانك يا غبي يا متخلف اللي ما بتعرفش تمشي حياتك. $150 بس. كورس عباره عن 8 سيشنات، انا شخصيا مش عارف انا بقول فيهم ايه بس انت محتاجهم. لو انت محتاج برضو حد فاضي اشترك في الكورس بتاعي من اللينك اللي في البايو تحت. اشوفك في الكورس يا بطل. ايدك. جامد فشخ اقسم بالله.